السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه كرشة وممبار جملي بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة ومشهية جدا. أنا عندي هنا كمية من الكرشة على حسب بقى الوزن اللي انت حباه، وعندي كمان كمية من الممبار. انا نضفتهم كويس قوي ونقعتهم في خل وشوية طحينة كده وشوية ملح عشان لو فيهم اي زفارة. طبعا ده كله بعد ما انضفهم وبسيبهم بقى يتصفوا، وبكون محضرهم عندي بالشكل ده. عندي بقى هنا الرز، انا الكيلو الممبار بياخد كيلو رز على طول كده، خليها قاعدة عندي. غسلت الرز وسبته يتصفى. بعد كده بقى عندي هنا المكونات بتاعتي. الاول انا هحط الكرشه كده تستوي في حله الضغط علشان بس اكسب وقت. عندي هنا ميه مغليه هنزل فيها بسنه صغيره او من الخل، وبعد كده شويه من ورق اللورة، شويه من الكبيبه الصيني، شويه من القرنفل. بهارات بقى زي ما انت حابه، شويه من الفلفل الاسود، شويه من الملح. يعني الحاجات دي بترجع لك انت. عندي كمان بصلايه وطماطمايه بيدوا طعم حلو قوي. البصل طبعا اساسي، والطماطم ما بس يعني لو في زفاره او حاجه ما بتخليهاش تكون زهره. وعندي كمان هنا بهارات لحمه نسيت اقول لكم عليها. زي ما بقول لكم هنا البهارات على حسب رغبتكم انتوا، زي ما بتحبوا ضيفوا. تمام. كل ده بنزل بيه في الميه المغليه. بعد كده بسقط الكرشه عندي، بقلبها تقليبه كده واغطي عليها حله الضغط. بقى بسيبها في حله الضغط ما بتاخدش اكتر من ساعه. لو حله بقى عاديه مش عارفه بصراحه، ما جربتهاش فيها، بس اكيد هتاخد وقت اطول. عندي هنا بقى الكبه هضرب فيها بصله كبيره بالشكل ده لحد لما تنعم. انا هنا بعمل الخلطه بتاعت الممبار. هنزل عليها اربع خمس حبات طماطم كده، مش كتير، على قد الكميه اللي عندي. انا عامله كيلو ممبار بس، فهحط حوالي خمس حبات طماطم. وعندي كمان حزمه من البقدونس. بسهل على نفسي كده واضرب المكونات كلها في الكبه تتخلط كلها مع بعضها كده. طبعا انت لو حابه تضيفي الحاجات ديت كده يدوي، تستخدمي الحاجات اليدويه مفيش مشكله خالص، مش شرط الكبه. بس انا زي ما بقول لكم هي بتريحني، يعني هي صديقتي في المطبخ. الكبه دي مش هقدر استغنى عنها. عندي الرز هنا بعد ما اتصفى هنزل عليه بالخلطه بتاعتي. انا ما بسبكهاش على النار، يعني علشان انا مش حابه انها تكون نفس طعم المحشي. في ناس بيحبوا يسبكوها على النار، لا انا بعملها كده ني في ني. فعصير الطماطم ده بيطلع في الشوربه بتكون لها نكهه، بس بتاخد نكهه كده وطعم جميل. بس هي كمان يعني لما بتستوي ما بتكونش حمرا خالص، ما بتكونش ظهرت فيها الصلصه. تمام. انا نزلت كده بالمكونات كلها. هبدا بقى ان انا احشي الممبار عندي. مش بملاه كله، بحطه كده بين صباعيني وبملاه. بحشيه كده بالخلطه بتاعتي، بس مش بملاها. يعني زي ما انتوا شايفين كده، مش بكون مليان على اخره، عشان طبعا لما بيستوي مش يكون مذهول. طبعا الخلطه كمان أنا نسيت اقول لكم ان انا بنزل عليها بالبهارات بتاعتها برضو، ملح وبهارات لحمه وشويه صغيره كده من القرفه وشويه فلفل اسود. اهو زي ما بقول لكم طول الممبار بياخد كله رز بالظبط عشان مش يفضل عندكم. عندي هنا برضو ميه مغليه هنزل فيها ببصلايه وممكن حبايه طماطم وممكن لا. انا هنا ما ضفتش الطماطميه. وهنزل برضو بكوبيبه صيني والبهارات والسبع بهارات وقرفه وورق لورا وبهارات لحمه وشويه ملح. هنسقط بقى كده ايه الممبار بظبطه كده، واحاول على قد ما اقدر اخليهم كلهم حشوهم زي بعض، ما يكونش واحد مزحوم عن واحد، علشان ياخدوا السوا كله مع بعض. ممكن برضو لو عندك حلة ضغط تانية بتسوي فيها الممبار بيكون جميل قوي، بس طبعا عشان انا عندي واحدة بس فسويت فيها الكرشة هتاخد وقت. وعلشان برضو اتابع الممبار كده كل شوية اقلبه علشان ما يفرقعش مني. يا ريت لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا تدعموني باللايك والسبسكرايب، تشجيع منكم ليا. ويا ريت كمان لو كومنت كويس كده منكم شجعني. كل سنة وانتم طيبين طبعا. هنا بقلبهم بقى كده، شايفين كلهم ما شاء الله ظبطوا. هسيبهم بقى على نار هادية كده لحد لما يستوي. هنا خلاص كانوا بدأوا يستوي. هجهز بقى ايه اللي هي زي ما بيقولوا عليها كده شطيطة بتاعتهم. انا عندي هنا معلقة من السمنة، عندنا هنا بنسميها شطيطة بس هي بتبقى صلصة، بتكون حراقة شوية كده او مش حراقة على حسب رغبتي. هنزل فيها معلقة السمنة لما تسخن، معلقة من الثوم المفروم. ده الثوم اللي انا كنت مفرزاه بوريهولكوا قد ايه هو جميل خالص، لونه مش بيتغير وبيساعدني قوي في الطبخ. احسن بقى ما اقشر وادقه ولا افرم توم وكده، لا انا بفرمه مره واحده بحطه في الفريزر، بينفعني كتير وبوفر عليا وقت ومجهود كبير. عندي هنا نص معلقه من القرفه وبابريكا وفلفل اسود.
هنزل عليهم بعصير الطماطم واسيبهم لحد لما يتسبكوا مع بعض. لو عندك صلصة وحباها انها تكون حمرا ضيفي شوية من الصلصة. خلاص كده بسيبهم يتسبكوا. في الوقت ده بقى انا كنت خرجت الكرشة، وهنا هقلبها في الصلصة اللي انا عملتها. بتديها طعم حلو قوي. يعني بتكون طعمها كده مميز مختلف عن اي طعم تاني لما تعملي لها الصلصة دي. وكمان طلعت الممبار استوى، هحمره معاكم طبعا. مش عارفة المقطع بتاع الممبار ده الشكل النهائي بتاعها ما شاء الله. انا بس الممبار حمرته كده في زيت. مش عارفة المقطع بصراحة تاه او راح فين. ده الشكل النهائي بتاعها ما شاء الله، بيكون شهي وجميل ويشرف على سفرتك في رمضان. ويكون طعمها لذيذ قوي. بألف هنا يا رب على اللي كل. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ونال رضاكم. يا ريت بقى لو عجبكم تدعموني باللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم.